طيب المدير الفني اللي جاي اجنبي، انا بقول لك اهو معتمد جمال شخصيه ضعيفه. معتمد معتمد جمال هيبقى هو ممكن يخلص على المجلس الحالي لو استمر. انا بقولها بكل صراحه، معتمد جمال هو اللي هيخلص على المجلس الحالي لو استمر. اقولها تاني اوكي. معتمد جمال شخصيته ضعيفه، فنيات مفيش فنيات، مفيش اصلا، مفيش اي فكر اصلا تدريبي عند معتمد جمال نهائي. واحد زي ده محترم فوق راسي غصب عني طبعا، بالعكس راجل محترم جدا، لكن كفنيات واداره في الملعب والكلام ده لا، شخصيه ضعيفه، شخصيه ضعيفه. وبيعمل حساب للعيبه بدل المره 1000، وبيفكر مين يلعب ومين ما يلعبش. عشان بس نبقى صراحه، معتمد جمال ممكن يخلص على المجلس الحالي في حاله ان هو استمر. طيب تاني نقطة، مفيش متحدث إعلامي في الدنيا يطلع يقول لك المجلس مش بيفاوض مدير فني أجنبي وهيستقر على المدرب الحالي اللي هو أصلا جاي مؤقت. يعني معتمد جمال ده يا أستاذ أحمد، معتمد جمال ده جاي مدير فني مؤقت، وحضرتك عارف إن هو جاي مدير فني مؤقت صح؟ تمام. ليه بتطلع تقول تصريحات تضر بالمجلس؟ ليه يا فندم تطلع تقول تصريحات تضر بمجلس إدارة نادي الزمالك؟ حضرتك في غنى عنها، ما تصدرش مشاكل للمجلس. طيب تاني حاجة، القيد بإذن الله، أنا قلت لحضراتكم إن القيد هيتفك قبل يوم 20، قلتها في تويتر تمام، وأنا ما زلت عندي كلامي وواثق في ربنا سبحانه وتعالى وفي المجلس الحالي إن القيد بالفعل بإذن الله هيتفك قبل يوم 20. بإذنك يا رب القيد هيتفك قبل يوم 20.